رباعية الدفع، بتشتغل بالهيدروجين الأخضر، تتشحن في 5 دقايق بس وبتمشي. صغير يقول لي دابا هذا اش جابوا للسبع د الاطلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا خوتي اليوم فيديو جديد. خوتي كيف ما سمعتوا جالسين ما علينا ما بينا الماتش ديال المنتخب والسنغال كان مع 8 الجمعة مع 8 شوية ويتأجل، قالوا على 10. علاش؟ الله أعلم. هادو هما الكراغلة خوتي. راه ما كتعرفهمش فاش غيفكروا، واش من قرارات كيقولوا، راه قرارات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحال داك بنادم اللي كيكون مكلخ ما كتعرفوش شنو غادي يدير ولا شنو غادي يقول ولا شنو، ما كتعرفوش. ماشي بحال بنادم اللي تيكون واعي ممكن تدخل الافكار ديالو، ممكن تعرفوا شنو غادي يدير، اما بنادم اللي مكلخ صافي حتى كيدير شي زبله ما كتعرفوش كي دار فكر فيها وكي دار. هادشي اللي كيوقع اخوتي مع الكراغله. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، اليوم جبت لكم عاوتاني فيديوهات كيف العاده الحماق الشجر. داكشي علاش ما تنساوش لي لايك لي كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشتركش ينزل يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ديال اخوتي. ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. لأول مرة في العالم سيارة مغربية، أول مرة في العالم، أقوى السيارات بدون بترول ولا كهرباء. طب ازاي؟ براءة اختراع وابتكار لشاب مغربي صاحب ال 29 تبارك سنة، الله، فوزي النجاح، اللي قدر يخترع نامكس، سيارة رباعية الدفع، بتشتغل بالهيدروجين الأخضر، تتشحن في 5 دقايق بس وبتمشي مسافة 800 كيلومتر بدون تلوث أو ضرر للبيئة، لأن الهواء اللي بيصدر منها مجرد بخار ماء. فوزي ابن مدينة ما شاء الله الراشدية أطلق الابتكار ده من أوروبا، لكن هدفه ينشئ مصانع إنتاج ضخمة في بلده المغرب. ودي كانت أخبار. واو 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 واو. ما شاء الله تبارك الله. شو معايا ولا ما شفتوش؟ المغاربه فين وصلوا؟ حتى القوة الضريبة راه قال لك تبعت اخترعات شي سيارة. نشوفوا هاد السيارة هادي كيفاش دايرة ان شاء الله بربي. الجزائر قوة ضاربة. يا ودي القوة الضريبة. والله الا فكروني في ديك السيارة ديال عاد الحجري. جابوها لهم لاصقة اقسم بالله. عد واه ودي القوة الضريبة. باش غادي يصنعوا هاد السيارة؟ باش بالدعاء فقط. صورة حصرية للأقلاق المجاهد. صورة حصرية للأقلاق المجاهد الشهيد. يا واه قربت لها بزاف. انا قلت لكم راه حماقة الشجر مع هاد الكراغيله. ردة فعل مقوسين الكراغله على هدف تأهل المغرب. كا الرند كا راه الكراغله كاملين كاو، ما نعسوش ديك الليله ويلي. عاد فيها الهضره هادي ومازال غادي نخليهم باش نديو لهم الكاس من الجزائر. ما غاديش ينعسوا داك الشهر كامل. مكتوب له احنا ما نديرو. الجزائري اخترع آلات لقتل الجن. التخلص من السحر والعين باي باي الجن. والجن آلة شواظ العجيبة بعيدا عن الرقية الشرعية. رب العالمين هاد الكراغله هادو راه الحماق. حنا توصلنا لإنتاج البروتون نيجاتيف بهذه الآية، يعني ربي يوفقني باش فهمتها وتوصلت لإنتاج البروتون نيجاتيف. البروتون نيجاتيف كي يتلاقى مع البروتون بوزيتيف يشعلوا، معروف علميا. الجن على أننا نستعملوه الجن اليوم ونقتلوا به الجن لخاطر الجن فيه بروتون بوزيتيف. علاش الجن فيه بروتون بوزيتيف؟ لأن الجن من مارج من نار، طاقة، ومعروف علميا أن كل الطاقة الموجودة في الكون فيها بروتون بوزيتيف، ومعروف علميا كي يتلاقى البروتون البوزيتيف والنيجاتيف يحرقوا بعضهم أو يفنوا بعضهم. إذن بهذه الطريقة العلمية رانا نقتلوا الجن أو أن ننظفوا جسم الإنسان من البروتون. يا خرا شنو هذا؟ عقلي وقف
والله لا عقلي يوقف مع هاد الكراغل هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. دابا جاب هذا الاسد الاطلس، غير يقول لي دابا هذا اش جابوا السبع د الاطلس 3-0 خسرتينا على سخوات هذا. هكا ودي. يا بدا ندبر على هذا. عالم والله الا زعما المغاربه الى عالم. ولا فل والله الا جاب هذا السبعه صاحبي. بزاف والله الا بزاف اخوتي. راه قلت لكم فيديوهات اليوم راه حماقة الشجر. جميل، شكرا، جميل جدا. هذه كيف ما كتشوفوا معايا انتم اخوتي المباراه اللي تاجلات، راه كانت في الاول مع 8 ولات مع 10. هادو هما الكراغيله، ننتظر منهم اي حاجه، لا يهدي ما خلق. والله يدير توي ديال الخير. اسمع هادي عاوتاني مزيان. تعود ملكية حائط البراق في القدس المحتلة للجزائر، وإسرائيل ليس عندها أي مانع من استرجاعه. للأسف المغرب هو من يعرقل استرجاع الحائط للجزائر. ان شاء الله بربي. راه بزاف اخوتي تصنتوا لهذا الفيديو. أملاك وقفية جزائرية موجودة بفلسطين، من بينها حائط البراق، تضاف إلى قائمة الممتلكات الوقفية الجزائرية التي لم تسترجع لحد الآن، حيث كشفت شخصيات فلسطينية أن هذا الوقف الإسلامي تعود ملكيته للجزائر، وبإمكان السلطات في بلادنا المطالبة باسترجاعه، إلا أنها حذرت من الخطوة في الوقت الحالي، لا سيما في ظل التطورات الخطيرة بالمنطقة والتي طفت على السطح، خاصة ما تعلق بتداعيات التطبيع المغربي الصهيوني. راه خوتي راه قلت لكم راه اليوم عقلكم ما يوقف، راه الكراغله هادو راه صافي 16 الاخر 16 الوحش، راه بزاف اصاحبي. حائط البراق في القدس قالك ممتي زعما اقسم بالله العلي العظيم الا هادو راه بزاف. طرب الحماق ما فهمتش باش من عقلتي يفكروا به خويا. راه لا حول ولا قوه الا بالله، انا راه عقلي وقف. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم اخوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا كيف العاده باللايك لي كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشتركش ينزل يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كاع جديد ديالي اخوتي. وتهلاو لي براسكم ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.